تخيل تصحى الصبح، تنزل الجاكوزي بتاعك، تفطر الفطار التحفة ده قدام البحر. في المكان ده مش بس هيبقى عندك سويت خطير مش هتبقى عايز تطلع منه، انت كمان هيبقى عندك ساعة فيها unlimited Swiss chocolate تاكل بقى زي ما انت عايز، وبعدها تقرروا تنزلوا الانفينيتي بول بتاعهم. هنا جاكوزي، انفينيتي بول، بار خطير وقاعدة أحلى. تعالوا أخدكم في 4 أيام في واحد من أحلى الفنادق في البحر الأحمر، وأوريكم كل الأكتيفيتيز والأكل والحاجات اللي ممكن تعملوها في موفنبيك القصير. وكمان في آخر الفيديو هندي ريتنج للفندق ده عشان تعرفوا الفندق يستاهل تزوروه ولا لأ. وطبعا أول حاجة نعمل سويت تور. ده اسمه الجونيور سويت، وزي ما انتم شايفين في تيرس كبير قوي لذيذ جدا، في مبدئيا جاكوزي خطير هتقضوا حياتكم كلها تقريبا في الجاكوزي ده، تفتكروا ده البحر والبول، وفي كمان 2 شيزلونجز. وتعالوا بقى نشوف اللي جوه. هنا مبدئيا كانوا حاطين لنا ويلكم امينيتيز حلوه جدا. المكان كله بصراحه مودرن قوي، الوانه حلوه ومريح جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا نمت امبارح نوم فظيع. اول حاجه هتخشوا هتلاقوا السبيس ده، فيه هنا الميني بار، وكل حاجة في الفندق ده يا جماعة معمولة بشكل سستينبل، يعني هما محافظين على البيئة في كل حاجة. ودي حاجات هوريها لكم كمان شوية، ان هما بيزرعوا كل حاجاتهم وهي دي الحاجات اللي احنا بناكلها، وما بيستخدموش اي بلاستيك خالص. يعني زي ما انتم شايفين هنا مثلا كل حاجة خشب، حتى الكارت بتاع الأوضة خشب. حاطين طبعا اسبريسو ماشين، وازايز الميه برضو بتاعتهم مش بلاستيك، كلها ازايز بيتعمل لها ريفل، وهقول لكم برضو تفاصيل ازاي بيعملوا لهم ريفل كمان شويه. هنا ده السرير بتاعنا، مبدئيا مريح قوي. وفي حاجه لازم اقولها لكم خطيره، قليل جدا جدا ما بيبقى فيه اوتيلات بتقولك ان انت تختار بيلو اوبشن بتاعك او المخده اللي انت عايزها. يعني في مخدات بتكون طبيه لو حد عنده مشكله، طبعا في بقى المخدات اللي هي الريش الناعم والحاجات دي هنطلبها كمان شويه. الو، ممكن بليز تجيب لي مخده ريش؟ اول يوم وصلنا متاخر شويه، وقبل ما نروح موفنبيك القصير كل الناس قالوا لنا لازم تروحوا مكان معين في الفندق، وهو توب اوف ذا روك بار. البار ده حرفيا هتبقوا قاعدين فيه وتحسوا ان انتوا كانكم قاعدين في جزيره لوحدكم في الميه. بصوا احنا قاعدين هنا دلوقتي في توب اوف ذا روك، وقاعدين عايزين نشرب العصير بتاعنا، وبصوا مش هنشوف ايه دلوقتي، بلو سبوت راي واسماك شكلها لذيذ من وانتوا في مكانكم. وبعدها رحنا نتعشى في الاوبن بوفيه ريستورانت بتاعهم، وبصراحه انبهرت جدا من الفرايتي والكواليتي بتاعه الاكل. واليوم اللي احنا وصلنا فيه كان الاكل معمول بفرنش ثيم، فتعالوا نشوف ايه اللي كان موجود على البوفيه يومها. طيب مبدئيا السالادز عاملين حاجات لذيذه، بحب قوي الاوبشن بتاع ميك يور اون سالادز، والحاجه شكلها فريش جدا. مع اننا يا جماعه بس لازم اقول لكم انه احنا نازلين في اخر البوفيه، يعني ده اخر وقت البوفيه. وسلطه سي فود وتشيكن وبيف، في شوربه لوبستر، دول صارفين جامد تحفه. خلينا نشوف دي دافسي هنجربها. ستيشن الستيك، طيب هبتدي بالباستا عشان انا بعشق الباستا، وعادة الباستا بتتعمل في لايف ستيشن بتبقى يعني مش احلى حاجة بالذات في الاوبن بوفيه، فهنشوف بقى لو هما الديكور بس اللي حلو ولا الاكل كمان لذيذ. لا هي تحفة، هو ده تحسوه طبق معمول في ايطاليان ريستورانت عادي جدا، يعني مش معمول في الاوبن بوفيه من الكاروت. وانا حاطين بارميجان، المشروم فريش مش معلب ده، بجد بجد حلوه جدا جدا. نخش على اللي بعدين الستيك، هجرب لكم كام حاجه بس عشان نشوف الكواليتي بتاعتهم حلوه قوي ولا لا. لذيذه قوي، بس الصوص مش احلى حاجه، بس الستيك نفسه اللحمه نوعها حلو قوي وتحسوها يعني very good quality بصراحه. بس هو مش well done قوي برضو، ما طلبته يبقى well done، بس هو يعني مش اكتر حاجه well done، بس اقدر اديه
9 من 10. والفكرة في الفندق ده ان هو مش مجرد مكان هتقعدوا فيه وخلاص، هو حرفيا بيظبط لكم تجارب واكتيفيتيز كاملة بتعملوها جوه الفندق وبره. وجزء من الاكتيفيتيز بتاعتهم حاجات زي اليوجا، ودي اول حاجة عملناها تاني يوم الصبح. عندهم استوديو مخصص بانستراكتورز بروفيشنال جدا بيعملوا لكم يوجا سيشن، بجد كانت رهيبة. وبعدها رحنا نقعد على الانفينيتي بول بتاعهم، واللي بجد كان حجمه كبير جدا. انا عاده بحب البحر اكتر من البول، بس بصراحه المكان ده كان لذيذ جدا لان هو كان فيه جاكوزي وانفينيتي بول وبار في وسط البول تقدروا تشربوا فيه الكوكتيلز اللذيذه بتاعتكم وتقعدوا كمان في وسط البول. وعرفنا ان في عندهم ساعه كل يوم بيكون فيها اوبن بوفيه مليان سويس شوكليت، تقدروا تاكلوا بقى من البوفيه ده زي ما انتوا عايزين طول الساعه. وعلى فكره الشوكليت بتاعتهم الكواليتي بتاعتها خطيره لانه اصلا الفندق ده فندق سويسري. وبالليل قررنا نروح نجرب المطعم الايطالي بتاعهم واسمه الفريسكو، وبصراحه الاكل كان حلو بس ما كانش طعمه ايطالي، يعني كان مختلف قوي عن الحاجات اللي بيكون فيها ايطاليان شيف. فهقدر اقول لكم ان المطعم ده ما كانش احلى حاجه هناك. وتاني يوم صحينا الصبح وانا طبعا نزلت على طول على البحر. عايزه اقول لكم البرايفت بيتش بتاعهم كبير جدا، يعني مستحيل حتى لو الفندق فولي بوكت تحسوا ان انتوا في حد جنبكم. البيتش بتاعهم يا جماعه من اول هنا ماشي، يعني بصوا الحته دي لحد كده اهو، كبير جدا جدا. والمكان اللي فيه البيتش ده دايفنج سبوت بيجي لها الناس من كل حته، وده علشان لو نزلتوا خطوتين بس من على الشط هتلاقوا متحف تحت البحر. تشوفوا كميه كائنات وكورال ريفز وشعاب مرجانيه الوانها تحفه. انا بجد ما كنتش عارفه اطلع من البحر. ومن احلى بقى الاكتيفيتيز اللي عملتها هناك هي الكورسات بتاعه الفخار. هناك عندهم مزرعه كبيره جدا اسمها جابس جاردن، والمزرعه دي اللي معظم اكلهم بيجي منها. وجوه المزرعه دي في مدرسه تعليم فخار. بجد الناس هناك كانت مهتمه جدا ان انا ما اقومش من عندهم غير لما اكون فعلا متعلمه ازاي اعمل حاجه حتى لو كوبايه صغيره. ده غير بقى ان انا خدت جوله جوه المزرعه بتاعتهم، وهناك اتعرفت على ايزابيلا اللي قعدت تحكي لي كل المجهودات اللي بيعملها الفندق علشان يهتم بالسستينابيلتي او الحفاظ عن البيئه. Planting here seasonal fruits and vegetable, and we are harvesting it and we deliver it to the kitchen where it get washed and cleaned and weighed, and then we use it in the restaurants for the menus. وقالت لي كمان ان هم حتى العسل بيحاولوا يعملوه جوه المزرعه. هتلاقوا كمان عندهم هناك فراخ وطاووس ومعيز، فاكيد لو معاكم اطفال هينبسطوا قوي هناك. واهم حاجه بقى بيعملوها لذيذه جدا ان هم عندهم عدد كبير قوي من الريبيتر جاست، ودول بيكونوا النزلاء اللي بيجوا كذا مره الفندق. فعاملين حاجه لذيذه قوي انه لو حد قعد في الفندق ده اكتر من 10 مرات بيخلوه يزرع شجره زيتون ويسموه على اسم العيله بتاعه الشخص ده. وانبهرت جدا لما عرفت انه عندهم اكتر من 500 شجره زيتون مزروعه باسم ناس، فده معناه ان الناس بتيجي كتير قوي الفندق. وبالليل بقى قررنا ان احنا ناكل في مطعم تاني عندهم اسمه سيجال. المطعم على البحر وبالاكل بتاعه كان تحفه. اما بقى تالت يوم فصحينا ورحنا نعمل جوله في مدينه القصير. كان معانا شاذلي وهو واحد من سكان مدينه القصير، وقلنا اكتر عن الكنيسه الايطاليه اللي موجوده في القصير، واخدنا كمان قلعه القصير اللي شفنا فيها حاجات غريبه جدا ونزلنا تحت الارض. القصير كانت مدينه كانوا عايشين فيها ايطاليين كتير وقت الاحتلال الايطالي، والمنطقه اللي احنا فيها دي كانت معروفه بالايطاليين بانين فيها كنايس ومدارس. القصير دي أقدم مدينة في البحر الأحمر. القصير تقريبا 80,000 نسمة. احنا دلوقتي في شركة فسفات البحر الأحمر، يعني أنشأها هنا كانوا طلعنا من 1910. دي كانت مدرسة إيطالي تعليم الأطفال الإيطالي، وبرضه تعليم الطلاينة العرب. اوكي، هم اللي بنوا الكنيسه وكله؟ هم اللي بنوا الكنيسة دي. أوكي. الكنيسة دي مبنية 1938. القلعة العثمانية دي بناها السلطان سليم الثاني حماية الطرق التجارة. 1799 اللي هم جنود نابليون كانوا هنا في الحرب مع الجيش الإنجليزي. الفرنسيين طبعا أضافوا للقلعة هنا الدافع، بنوا برج المراقبة. هنا في المكان ده بيخزنوا المية اللي بيستخدموها تحت الأرض يعني.
ده اسمه الالاباستر، ده الجرانيت بازلت. جوه البازلت برضه بنلاقي الصخور الذهب. وبعد الجولة اللذيذة دي طبعا كان جو حر جدا، فروحت اقعد على البحر. طيب طبعا هتقولوا لي ازاي بقى نيجي القصير دي؟ عايزه اقول لكم ان القصير تقدروا تجوها ببساطه جدا، لان هي على بعد ساعه ونص من مطار الغردقه. فانتوا لو بتيجوا الغردقه او لو عايزين تيجوا بطياره، سهله جدا ان انتوا تيجوا بطياره وتاخدوا مثلا تاكسي او تظبطوا مع الفندق زي موفن باك ويبعت حد يجيلكوا او حاجه. والاوبشن التاني هو ان انتوا تيجوا بعربيه، اخدت مننا حوالي من 6 ل 7 ساعات على حسب انتوا هتقفوا قد ايه. وعادي لو مثلا احنا كنا بنسوق للجونه عادي، فحسيناها نفس بالظبط فكره او نفس المسافه بتاعه الجونه. كانت برضو بعيده حوالي 2 ساعتين من الجونه مثلا. واخر حاجه هقولها لكم هو ان الفندق فيه جيم فاسيلتي حلوه جدا. معظم الايكويبمنت اللي هناك جديده، واعتقد هتلاقوا كل حاجه محتاجينها، غير ان هم عندهم ملاعب تنس وكمان بادل. واخر يوم صحينا الصبح على فطار لذيذ قوي جالنا لحد عندنا في السويت. دلوقتي جه ميعاد تقييم الفندق. اول حاجه اللوكيشن اقدر اديها 9/10، وده علشان هو في مكان حلو جدا في مدينه القصير، بالذات في المنطقه بتاعه البحر بتاعه. يمكن تكون مشكلته الوحيده ان هو مش قريب من المطار. الكليننس او النظافه اقدر اديها 10/10، لان بصراحه مفيش اي حاجه في الفندق كانت باين عليها عدم نظافه. الهاوس كيبنج كان بيجي كل يوم، وكانوا بيحطوا لنا بالليل تمر مكتوب عليها سويت دريمز، ودي كانت حركه عجبتني جدا. ستاف اقدر اديله 10/10، لان بجد مفيش اي حد فيهم ما كانش بيبتسم ومتعاون ولطيف. واخر حاجه الفاليو فور ماني او القيمه مقابل السعر، فاقدر اديها 8.5/10. الفندق بصراحه غالي، بيبتدي من 10,000 جنيه في الليله الواحده على حسب طبعا الموسم والغرفه ونوع الاكل، ولكنه بصراحه بيدي فعلا فاليو كبيره جدا، سواء كانت في السويت نفسه بحجمه ومساحته، اكل اللي معظمه فريش وطالع من الجاردن، انه في فاسيلتيز كتيره جدا موجوده في الفندق، منها ال3 بولز، فاسيلتيز كتيره جدا وناس فعلا بروفيشنال بتشتغل، مش بس انيميشن تيم بيعمل كل حاجه. اكتبوا لي في الكومنتس ايه رايكم في الفندق وايه رايكم في الفيديو المره دي. اشوفكم في السفريه اللي جايه.